لو عايز دراع ضخم يبقى لازم تستهدف العضله ديت لسبب مهم جدا، لا هي الترايسبس ولا هي البايسبس. البراكياليس والبراكيورادياليس تكون بين اللاترال هيد اوف ترايسبس واللونج هيد اوف بايسبس. لو ركزت على العضله ديت هتعمل لك دراع ضخم دبابه. من الثلاث خطوات دول، اول حاجه شولدر باك، خلي كتفك لورا وبعد كده اعمل ريتراكت للسكابلا، ضمها على بعض وبعدين انزل بالكتف بتاعك لتحت عشان تقدر تثبت كتفك مع عظمه لوح الكتف، مع من كتفك لكوعك ثابت، كوعك لقبضه ايدك، تبدا تعمل فليكشن وهو الوضع الحركي استهداف العضله دي. بعد كده عشان تعمل الاداء الحركي صحيح 100% يبقى تتجنب الاخطاء. اول خطا معايا واللي بيقع فيه معظم الناس هو بيخلي فيه انحناء شويه وهو بيتمرن، فكده بتخلي عضله الكتف الامامي شغاله اكتر. الخطا الثاني هو السوينج، انك تفضل تتمرجح عشان الوزن تقيل، فكده انت مش بتركز على العضله. ثالث خطا معايا انك تلعب بسرعه جدا، تختار وزن مناسب وتلعب واحده واحده علشان تركز اكتر على عضله البراكيال. تقدر تتمرن التمرين ده وانت قاعد، كمان بيديك افضليه اكتر انك تركز اكتر على العضله ديت. ولو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل لي سوبر سيت لايك في كومنت، مش خساره فيا.